هيرجعوا ميلات. كان يوم الاثنين بالليل دخلوا ناموا اللعيبه وقالوا لهم اصحوا الساعه 7 الصبح عشان تنزلوا تفطروا وهنتوجه بعد كده للمطار عشان نسافر ونرجع على مصر. وفييرا مصمم على الرجوع. جه الاستاذ ورئيس البعثه اللواء صبري سراج قال لهم لا ومصمم، والشركه الراعيه عايزه تقعدهم ولا ومفيش ماتشات ومفيش اتفاق مع الاتحاد الكويتي، وكان ماتش الجمعه بتاع الاسماعيلي اتاجل للسبت وهم جايين من يوم الثلاث وبقى لهم 8 ايام ما لعبوش ولا ماتش، فقال لهم لا وبتاع. واللواء صبري سراج اصر على البقاء، والشركه المنظمه كان فاضل $25,000 للزمالك، قالوا لهم لا لو مشيتوا مش هنديهولكم وخلاص وتعالوا اقعدوا وتمام. قعدوا يدوروا على ماتش. امبارح قالوا الصليبخات اللي هو المركز الاخير في الدوري الكويتي، وبعديها المركز قبل الاخير في الدوري الكويتي الشباب، او في الوسط في مراكز متاخره وخلاص. فالمهم قرروا ان هيلعبوا الشباب الكويتي. جم النهارده نزلوا في ريسبشن، فال $25,000 الشركه ما دفعتهاش، فمش راضيين يروحوا. الحقيقه ان ما كانش في ملعب يتلعب عليه المباراه، وما كانش في فرقه تقابل نادي الزمالك لان ما فيش ملعب يتلعب عليه المباراه، مفيش ملعب. والشركه ما ادتش ال $25,000 لنادي الزمالك، وقرر نادي الزمالك انه يعود غدا من معسكره اللي استمر حوالي 10 ايام. لم يلعب الا مباراه وحيده هي مباراه النادي الاسماعيلي اللي تم تاجيلها من يوم الجمعه ليوم السبت بعد عدم علم الاتحاد الكويتي بوجود الزمالك وبوجود مباريات، وبعدم ارسال حكام دوليين معتمدين من قبل الاتحاد الكويتي حتى يشاركوا في هذا المعسكر، لوجود الدوري الكويتي واشتراك الانديه الكويتيه في المباريات، لا وجود لملاعب، لا وجود لاموال لنادي الزمالك. ويمكن كنا بنلوم كابتن حسن شحاته اكتر من مره اما كان بيرفض بعض المعسكرات لشركات وهميه سواء في الكويت او في السعوديه، كان بيرفض لان بيحس ان الموضوع غير منظم. المره دي الزمالك سافر، ومن المفترض ان مدير الحسابات في نادي الزمالك كان قالوا له ما تسفرش الفريق الا لما تاخد الفلوس كلها، ولكن مدير الحسابات طلع وقال ان اللواء صبري سراج هو اللي قال لي خد شيكات مؤجله، والناس مستاءة جدا من اللي حصل، وهيكون هناك كلام مع اللواء صبري سراج على هذا الموضوع، ولكن مش عارف هيكون الكلام ازاي، اذا كان اللواء صبري هيرجع بكره وهيسافر ايضا بكره لقطر، او ممكن يسافر من الكويت لقطر بقى، الله اعلم، ما يرجعش مع البعثه لان هيترأس بعثه نادي الزمالك في كرة الطائرة لكأس العالم للأندية. للأسف نادي الزمالك نادي له شعبية كبيرة، وله شعبية كبيرة جدا في الكويت من الأشقاء الكويتة ومن المصريين والجالية المصرية، ولكن للأسف مجلس إدارة نادي الزمالك لا يستطيع أنه يعمل عقد محترم مع أي شركة وأنها تحترم نادي الزمالك وتحترم لعيبة نادي الزمالك، وأيضا ألا يتدخل رئيس بعثة أو عضو مجلس إدارة في أن الموضوع يمشي والدنيا يلا والمركب تعدي. الكلام ده ما بيحصلش مع فرق كبيرة في قيمة أندية زي الزمالك في الوطن العربي. لا يمكن ده يحصل مع مانشستر في العالم أو مع برشلونة أو مع ريال مدريد أو مع أي فريق أندرلخت. أنا بقول لكم فرق اياكس امستردام، فرق ليها شعبية في بلدها، ما ينفعش تطلع بره البلد إلا بمعسكر محترم، معسكر عقده معمول وفلوسه موجودة وانديته متفق معاها وعارف هو هيلاعب مين ومش هيلاعب مين. اذا 10 ايام نادي الزمالك عمل معسكر اعداد، منهم يومين ما تدربوش لانه ما لقوش ملاعب، وهيرجعوا بدون لعب مباراه واحده الا مع النادي الاسماعيلي، كان لعبوها هنا، كان اتمرنوا هنا، كان لعبوا ماتشات هنا، وهذا هو اعداد نادي الزمالك للدوري القادم باذن الله.